الفرصه جات لي عن طريق استاذي في الجامعه، كان عضو مجلس اداره في هذه الشركه. فاشتغلت مع واحد بقينا اصدقاء جدا دلوقتي جنب دراستي لحد ما تمتها الحمد لله. كان اسمه هيثم ابو النصر، راجل محترم جدا، كان مدير من اصغر مديري صناديق الاستثمار في الوقت دوت وشركات اداره المحافظ. في الوقت ده اصلا في الوقت ده احنا ما بنتكلم كانش فيه 95 96 حاجه زي كده. في ما الوقت كانش ده فيه انتربرينور فاهم يعني ايه لا 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 انفستمنت لا ولا لا انه لا. يجيب نو نو ما كانش فيه الزحمه اللي الشباب دي حصلت ما ده. كانتش فاهمه حاجه ساعتها. لا 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 كنا كلنا بنتخرج بندور على شغل او بنروح نشتغل مع انت اهالينا لو او احنا حاجه زي كنا كده. يعني اشتراكيين جدا، اللي هو يعني يا رب تلاقي وظيفه. بدايه الرأسمالية، الانفتاح بقى بتاع البورصه وخلافه. فطبعا كان كل الشباب اللي متخرج من الجامعه عايز يشتغل في حاجه ريليتد بالبورصه، موظف بس يشتغل بحاجه ريليتد بالبورصه بشكل كبير. فلما جات لي الفرصه ان انا اشتغل مع هيثم كانت بالنسبه لي فرصه حلوه. وباي ذا واي هو فرصه جات لي عن طريق استاذي في الجامعه، كان عضو مجلس اداره في هذه الشركه. الناس اللي بترشحك دي كلها اكيد كانت شايفه شعلة طاقه، هو شايفه جربني حاجه كارثه يعني. هو جربني في مشروع كان برضو يعني موضوع ممكن ما يبقاش يعني من الحاجات اللي فيها اكشن كتير بالنسبه للشباب دلوقتي، لكن كانت شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير. دي كانت بدايتي خالص في التقييم وعمليات التقييم والطروحات والاي بي اوز والحاجات اللي زي كده وقراءه السوق على بعض. فكانت شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير. انا كنت عندي وقتها بتاع مثلا نقول 24 سنه مثلا.